مرشح مثل كل دورة على الورق. مرة أخرى البرتغال يخرج من الدور الربع النهائي وكريستيانو رونالدو ملك بدون تاج. على كل حال باللي المغرب اداء اكثر من رائع. تنبأنا المره اللي فاتت بزوج حوايج لا تذكرت انه كما كنا انا ومحمد قلنا المنتخب المغربي راح يعيا اكثر لانه راح يلعب مع ايكيب بلو تكنيك الاسبان. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه قلنا لو كان يحسن من لاتاك رابي تاعو لا كونتر اتاك يحسن فيها لانه دائما ندير لو بلوك با هذاك. لو كان يحسن من لا كونتر اتاك ولا ترانزيسيون تكون مليحه دوبلي يقدر يدير دي حوايج دي ميراكل. دوبلي اليوم حتى الهدف دوبلي جا من كونتر اتاك وصل شحال من خطره بكونتر اتاك للمرمى المنتخب البرتغالي لكن لم يسجل. بالنسبه للمنتخب البرتغالي نظن بلي حتى قبل المنافسه كان منتخب اللي كان حاب ما عندوش ان اوبجيكتيف باين يدي كوب دي موند ولكن كان حاب اوصل لابعد حد. نظن بلي ابعد حد كان هو الربع نهائي لكن خسرته اليوم على المنتخب المغربي. نظن بلي اثرت عليه. بالنسبه لرونالدو نظن بلي اخر كوب دي موند ليه ملك بدون تاج. لو كان جا بن شابير هنا يقول لك راك فرحان باسكو كريستيانو خرج وميسي كاليفا. صح نسلموا على شيخي وعلى لامين ولكن نظن بلي المنتخب المغربي يستاهل المره الثانيه مع منتخب كبير بعد المنتخب الاسباني. طريقه اللعب تقريبا نفس الطريقه 4-1 رائعه جدا. المنتخب كامل كان ممتاز ولكن لازم نهضروا بزاف على مرابط اللي كان اداؤه اكثر. انا نظن بلي احسن لاعب في المباراه ماشي احسن لاعب في المنتخب المغربي فقط. نعم. المباراه الثالثه على التوالي ولا الرابعه نور الدين مرابط حسين مترف. انت اللي تعرف جيدا منصب وسط الميدان وايضا محمد قاسي سعيد اللي كان منصبك لما كنت لاعب انك تلعب بهذا المستوى في تقريبا كل الدوره منذ مباراه كرواتيا. مرابط في نفس المستوى يقدم مباريات رائعه جدا. ان غروس ديبوش دينارجي يعني ما تقدرش تتصورها فوق ارضيه الميدان لانه منصبه يطلب ذلك. ايام الاسترجاع قليله ومباريات متتاليه لكن شفنا مرابط دائما في الحاضر ودائما يعطي ذلك الدفع لزملائه من اجل ان يكون يعني اول جدار قبل محور الدفاع. شوف اولا نهنيو المنتخب المغربي والشعب المغربي على بلوغهم للدور النصف النهائي اول مره في تاريخ الكره الافريقيه والعربيه. انت تكلمت تقول يعني خرجوا البرتغال ولكن ما نساوش كان يتخرجوا الاسبان بعد 120 دقيقه. خرجوا بلجيكا اللي كانت عندها المرتبه الثالثه على ما اظن في 2018. نعم وتعادلوا مع كرواتيا صاحب المركز الثاني مع الوصيف نعم. بطل العالم وراه دومي فيناليست. وهذا كاع في ظل غياب ما تنساش ميلو زوج مدافعين اساسيين اللي هو مزراوي تاع الباير اللي ما لعبش واغراد اللي ما لعبش ايضا. وزيد خرج سايس خرج وزيد الاقصاء تاع المهاجم اللي دخل. اقصاء اعتقد بانه عاد بالفائده على المغرب اكثر من وجوده فوق ارض الملعب. وخمس دقائق بكل واقعيه. لا بصح شوف ميدو 5 دقائق اقصاء. المنتخب المغربي عرف كيفاش يحافظ على النتيجه. كانت مقابله تكتيكيه ما بين المدربين كانها لعبه تاع الشطرنج وين الركراكي كان اقوى من كان اقوى من المدرب البرتغالي. نعم. لما تكلم على وسط الميدان المرابط لاعب ذكي يعرف كيفاش يقسم القوه ديالو لما يكون في دون سيتياسيون فافورابل يمد كاع الامكانيات تاعو وفي بعض الاحيان يعرف كيفاش يسترجع القوه ديالو. رغم ان كل المقابلات كانت قويه للمنتخب المغربي ولكن المدرب تاع الركراك يعرف كيفاش يسير مع هذا المنتخب وهذا اللاعبين. اليوم كما قلت لك عمار كل شيء ممكن. بعد مقابله واحده باش يمشي للنهائي راح يمد كاع واش عنده باش يلحق للمباراه النهائيه. نعم حسين مترف المنتخب البرتغالي تصور لما نشاهدوا على الورق قائمه 26 اللي اختارها فرناندو سانتوس لهذا المونديال كلها اسماء كبيره تقريبا. تروح مركز الظهير الايمن دالوت رفقه كونسيلو، الظهير الايسر نونو مانداش وغيريرو، محور الدفاع بيبي بالخبره الكبيره روبن دياس، وسط الميدان اوتافيو فيتينيا روبن نيفاش برناردو سيلفا برونو فرنانديز
جواو فيليش، الهجوم بدون حديث ليا، وجود كريستيانو رونالدو، غونسالو راموس. ما تشوفش بلي نطرح لك سؤال من هذا الجانب، ثم اتركك تتحدث بحريه عن المنتخب البرتغالي. هل تعتقد بان الفوز ب 6-1 على المنتخب السويسري غرور؟ تسبب في اصابه لاعبي المنتخب البرتغالي بالغرور، ربما وضعوا في راسهم انهم سيلعبون امام المغرب، اذا التفكير يبدا في النصف النهائي من الان. أولا وقبل كل شيء يعني مبروك للمنتخب المغربي اللي يعني حقق إنجاز تاريخي بالنسبة للتأهل تاعو إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم. نشوفوا المباراة يعني كانت تسير يعني في اتجاه واحد، لكن الشيء اللي يغير يعني منحنى المباراة هو الهدف اللي سجله المنتخب المغربي، سجله في وقت جد حساس نهاية الشوط الأول. ومعروف باللي كي تدخل يعني للغرف تغيير الملابس وانت فايز ب1-0 راح تعطيك يعني كمدرب راح تعطيك يعني الحريه باش تدير اختيارات جد ذكيه. نشوفوا باللي الشوط الثاني المدرب ركراكي هو اللي فاز بالمباراه. نشوفوا التغييرات تاعو كانت فيها نوعا ما من المغامره، وين شفنا يعني دخل اللاعب تبليسه يعني ستوبر سايس، دخل مكانه اللاعب داري لاعب براس، اشرف داري لاعب براس. نشوفوا في دخول لاعب داري كانت لقطه جد يعني سانحه لتسجيل المنتخب البرتغالي في اللاكس، وين راطاو يا راموس ضيع هذيك الكره بالراس. نشوفوا واش دار تم ركراكي، ما امنش، زاد واحد في اللاكس، زاد دخل لاعب ولا بانون يعني، ولاو يلعبوا 3 في اللاكس، ولا يلعب حكيمي اكسندري دروا، واغوش لاعب تاع الوداد البيضاوي بن عطيه هذاك. ونشوفوا يعني المنتخب المغربي يعني المدرب تاعو ساعد بكثير اللاعبين تاعو، هذا هو دور المدرب. نشوفوا هنا المدرب في الشوط الثاني كان عنده اضافه جد يعني حساسه، ومع هذا ميدو كي ولا للوراء ما ولاش للوراء باش يعني يولي للوراء ويتحمل عبء المباراه. نشوفوا باللي المنتخب المغربي ولا للوراء في ان مومون دوني، ثم عاود استرجع يعني الوسط الميدان وين دار هجمه معاكسه كان قادر يسجل الهدف الثاني. وين شفنا الانفراد تاع لاعب المنتخب المغربي البديل، وين راح يعني رأس مع الحارس المنتخب البرتغالي، وين الحارس ما طاحلوش يعني قاعد واقف وين دا الكره. نشوفوا هنا المدرب يعني دار ثوره في هذا المنتخب المغربي. مبروك على المنتخب المغربي، مبروك على المدرب، هذا المدرب يعني اللي ما كانش عنده يعني وقت طويل باش يشوف ويعرف الخبايا تاع الفريق تاعو، لكن التحمل تاع هذه المسؤوليه الكبيره اللي كانت في عاتقه كانت بنجاح. وين شفنا باللي رئيس الفيدراليه اللي هو لقجع يعني وين تكلم معاه على انفراد، قال له انت راك حايب مدرب تكون مساعد ولا تقدر يعني تحكم هذا الفريق اللي وحدك. كانت عنده شجاعه كبيره، وهذه هي معروف هو لاعب حكم يعني الوداد البيضاوي، دا معاهم يعني تشامبيونز ليغ، دا معاهم تشامبيونز ليغ، عنده هذيك يعني كيما نقولوا اللوداس والجرأه، قال لك انا نقدر ما حقرش روحه. وشوف وين راهو في نصف نهائي كأس العالم. هذا دليل على ان هذا المدرب جاء من العدم كي نجيو نتكلموا يعني، وراه دوك يحقق في انجازات، راح يكون من بين احسن المدربين في العالم ركراكي. نعم عمار جامي وصلوا لازم تكون عندهم الاراده. اليوم انا بالك من اول لقاء الكرواتيا لليوم ما شفتش المنتخب المغربي يلعب مع الجارديان تاعو في لو كون تاعو بريسينغ او تاع المنتخب البرتغالي، ويلعب ان دو يعطي الجارديان يعطي لاريير بدون ضغط. خلاص وصلوا واحد المستوى من الثقه وين يقدروا يلعبوا مع اي فريق وينافسوا اي فريق.